اهلا بكم، معاكم فيديو جديد هنتكلم فيه بتفاصيل اكتر عن امتحان قدرات فنون تطبيقيه. اتكلمنا عن الفيديو اللي فات عن امتحان قدرات فنون جميله، هنكمل معاكم ومعانا ريمون برضو زي المره اللي فاتت، هنساله ويجاوبنا على الاسئله اللي احنا عايزينها. ازيك يا ريم؟ اهلا بيك. بنكمل معاك، عايزين نعرف اكتر عن امتحان قدرات فنون تطبيقيه، هل بيختلف ولا زيه زي فنون جميله؟ لا بيختلف طبعا. في امتحان فنون تطبيقيه اكتر بالمنظور الهندسي والظل والنور، بحيث اكتر ان انت في فنون تطبيقيه ممكن تستخدم مسطره عادي، اما في فنون جميله فنون مانعين انك تستخدم المسطره. بيهتموا اكتر موضوع الظل والنور وانك ازاي تستخدم المنظور الهندسي، سواء كل ده في اول سؤال او في تاني سؤال على حسب هو طالب منك ايه في قلب السؤال. تمام. طب الامتحان نفسه يا ريمون، الامتحان عباره عن ايه؟ الامتحان عباره عن سؤالين. اول سؤال ممكن يجي يقول لك ارسم لي مثلا عربيه مياه معدنيه مثلا، او ممكن يقول لك شكل دولاب ويحدد لك فيه كام نقطه هروب بالمقاسات ويرسمها لي فري هاند مثلا، او ممكن يقول لك ارسمها لي بالمسطره، حسب هو طالب منك ايه. لو طلب منك باستعانه الادوات الهندسيه كده تقدر تشتغل بالمساطر والبرجل، المثلثات، تقدر تستخدم كل دول عادي. اما لو ما طلبش يفضل تستخدمهم بايدك عادي. بعد ما تخلص مثلا لو طلب منك الدولاب، بعد ما تعمل بالنقطتين التهريب ولازم تظللهم، بيطلب منك انك تظللهم، تراعي جدا الظل والنور فيه. اما السؤال الثاني ممكن يطلب منك تعمل تصميم لمنتج، ممكن يقول لك انا عايز علبه عصير اسمها كذا، فتبدا ترسمها ويطلب منك انك تلونها بطريقه كويسه، تحدد مثلا ان في شويه ميه حواليها. ده امتحان بيختلف بقى. ممكن اعمل لي مثلا عن ارشاد المياه، تعمل مثلا الميه وان في حاجه بتشيل الميه دي ما تقعش وممنوع. ممكن يطلب منك كلمه فوق تكتبها، طبعا لازم الحاجات دي بتلونها سواء بالوان خشب، الوان فلوماستر، الحاجات دي لازم تبقى مجهزها معاك في قلب الامتحان وانت داخل. طب انا من كلامك يا ريمون خدت بالي ان الامتحان بيختلف وفي اسئله مختلفه، ازاي انا اتعامل ملاقي في اسئله مختلفه، اتعامل ازاي معاها؟ تتعامل ازاي؟ ان انت المفروض وانت داخل تبقى حاجتين اتنين واثق قوي فيهم، ان انت تبقى فاهم المنظور الهندسي كويس قوي، تبقى دارسه يعني ايه استخدم كام نقطه، اطلب يطلب مني ايه، اقدر اتحكم فيه، افهم يعني ايه المقاسات، مقاسات كل حاجه، ان يعني ايه ظل والنور، اتدرب قوي على الظل والنور. لو الاضاءه طلبها مني يمين ازاي اتصرف، طلبها مني شمال ازاي اتصرف. ده الحاجتين دول عرفت تتمكن قوي فيهم، هتعرف تحل اي سؤال. تمام. مده الامتحان قد ايه؟ هل زي فنون جميله ساعتين ونص ولا بيزيد ولا بيقل؟ مدة الامتحان ساعتين ونص، نفس المدة. والفكرة قلب الامتحان مش مطلوب منك انك تعمل حاجة بروفيشنال، ان انت لازم تظلل تظليل التحفة، تظليل اللي هو عبارة عن خطوط بس متقنة، بحيث تكسب وقت، ما تفضلش تضيع وقت الامتحان كله في التظليل. بيهتموا اكتر بالشكل النهائي، مش مطلوب يشوفوا فينش لوحة كويس، هم عايزين يشوفوا مهاراتك في قلب اللوحة. طب يا ريمون انت فنون جميلة قلت لي ازاي استغل الوقت بالظبط، ايه الحاجات اللي اعملها عشان اعرف استغل الوقت في فنون تطبيقية؟ يكون معايا ايه مثلا؟ اركز على الساعة ازاي؟ الوقت ممكن يسرح مني، اعمل ايه؟ يعني قول لي حاجه للفنون تطبيقيه عشان حسيت شويه الامتحان يختلف، فقول لي ازاي اتصرف في الحته دي. ازاي تتصرف في فنون تطبيقيه بالذات؟ السؤال الاولاني حوالي يا 60 درجه يا 70 درجه، حسب هو مقسمها لك ازاي، لان كل سنه الدرجات بتختلف. اهم سؤال طبعا السؤال الاولاني هو ده على الدرجات، بس هرجع اقول ان السؤال الثاني بالذات هو سؤال سهل وانت ضامنه تعرف فيه تجيب درجات. تحاول تبدا بيه بس ما يتعداش معاك اكتر من 40 دقيقه. هرجع اقول تاني، ما يتعداش معاك اكتر من 40 دقيقه. السؤال الاولاني محتاج تفكير بحيث تلحق تخلص السؤال الثاني ده. اي نعم بيبقى فيه شويه الوان وحاجات، بس برضو تحاول تظبط الوقت بتاعك ما يتعداش 40. عدى ال 40 بتوقفه، ترجع للسؤال الاول، تلحق تشوف هو ايه الظل والنور منين. هتمسح كتير، طالب منك حاجه انت مش عارفها، تبدا تدور في دماغك هل انا اتصرف ازاي، طب ابدا نقطه التهريب منين، الحاجات دي. تمام. انا فهمت منك يا ريمون اكتر ان هو في سؤالين، بيبقى في سؤال كبير شويه ده محتاج مني ان انا ما يسرحش فيه في الوقت، وسؤال تاني بيبقى بان بسيط بس التصميم صغير عايز مني حاجه بسيطه، احاول من الوقت يكون ايه وقت بسيط. فكده دي تمام صح كده؟ بالظبط. وبكده تكون دي الخلاصه بتاع امتحان قدرات فنون تطبيقيه، حاجات بسيطه تساعدنا ندخل امتحان ازاي نتعامل بيه. شكرا ليكم وشكرا لوقتكم. لو عايز اي حد يسال اي سؤال يسال في كومنت وريمون هيجاوب بنفسه.